يوم من أيام سنة 92 الأمير عبد الله كان راجع تعبان جدا من معسكر كتيبة المدرعات الملكية. وقتها كان قائد الكتيبة، ولمدة شهرين كاملين قاعد في الصحراء هو والجنود بيعملوا مناورات وتدريبات. وأول ما وصل البيت في يوم الأجازة جاله تليفون من أخته عائشة وقالت له: عرفت إنك رجعت النهاردة، إيه رأيك لو جيت تتعشى معانا؟ طبعا بعد شهرين في الصحراء وأكل كله معلب ما كانش ممكن يقول لأ. الأمير عبد الله وصل بيت أخته واتفاجئ إنها عازمة ناس صحابها ومنهم بنت اسمها رانيا الياسين. أول ما شافها قال بينه وبين نفسه: إيه الجمال ده؟ رانيا كان عندها في الفترة دي 22 سنة، وكانت لسه جاية الأردن من مدة قصيرة لأنها اتولدت في الكويت ورجعت الأردن وقت حرب الخليج. وعلى العشاء يا دوب سلموا على بعض، لكن الأمير أعجب بيها جدا بسبب شياكتها وثقتها بنفسها. بعدها ما بقاش بيفكر غير فيها وحاول يوصل لها بأي طريقة، لكن معرفش لحد ما اتصل بيها في مكان شغلها. وأول ما اتصل عرفها بنفسه وطلب يقابلها، فقالت له: سمعت عنك حاجات ما تشجعش. عبد الله قال لها: أنا مش ملاك، لكن نص اللي سمعتيه عني على الأقل كلام فارغ وكذب. لكنها رفضت، ولما ألح قالت له: هفكر في الموضوع. بس ما كلمتوش تاني، فقرر يشوف واسطة، وكان واسطة الخير صديق مشترك اسمه توفيق. عبد الله بعت صاحبه توفيق عشان يقول لرانيا إن نيته خير، بس برضه رفضت وقالت له: ما هو صديقك ولازم تقول عنه كلام كويس. توفيق رجع للأمير عبد الله واعتذر له وقال له إنها رافضة تقابله. لكن وهما بيتكلموا عنها عبد الله عرف إنها بتحب الشوكولاتة جدا جدا، فراح جاب علبة شوكولاتة بلجيكي واداها لصاحبه وقال له: روح لها تاني. وفي النهاية وبسبب حركة الشوكولاتة رانيا قبلت دعوته على العشاء بعد شهرين، ولما وصلت اتفاجئت إن هو اللي طبخ الأكل بنفسه عشانها. استمرت علاقتهم شوية وعبد الله عزمها على حفلة عيد ميلاده، وكان حاضر الملك حسين. الملك قعد جنب رانيا واتكلم معها شوية، ولما مشي اتصل بابنه عبد الله وقال له: عايزني اقابل والدها امتى؟ سرك انكشف خلاص. الامير اتفاجئ ان ابوه عارف كل حاجة بسرعة، لكن طلب منه يستنى شوية لحد ما يفتح رانيا. وجه اليوم المناسب لما كان مشارك في مسابقة رالي ورانيا رايحة عشان تشجعه. وهناك وتحديدا على جبل تل الرمان قال لها: اعتقد جوازنا هيبقى فكرة كويسة. رانيا ابتسمت وما ردتش، وطبعا السكوت علامة الرضا. عبد الله رجع وحكى لوالده اللي حصل، وبعد أسبوعين الملك حسين كان في بيت رانيا. ولما دخل والدتها عملت له فنجان قهوة عربي، لكن الملك ما شربش وفضل سايبه. وهنا اللي قاعدين فهموا هو جاي ليه، لأن من عادات أهل الأردن إن أبو العريس لما يروح لأبو العروسة ما ينفعش يشرب إلا لما يوافق على الخطوبة. لو وافق يشرب، لو ما وافقش ما يشربش ويقوم ماشي. الملك حسين ابتدى يتكلم مع أبو رانيا اللي كان متفاجئ وما كانش متوقع إن ده سبب الزيارة. وبعد دقايق كانوا متفقين والزغاريد بقت في كل حتة، وكانت دي بداية قصة أجمل ملك وملكة.